بسم الله الرحمن الرحيم. جايين نراعي ونشوف أحوال القرية مركز الوسطى بالميمون. نرجو من السيد المحافظ بني سويف إنه يرعى مصالح الناس، وعاوزين نشوف إن الثورة حققت حلم جميل مع جميع الأخوان الفلاحين والتجار. تعالى نشوف الأخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو من الأخ محمد. أمرني يا باشا. اسمك الأخ محمد مين؟ أنا اسمي محمد السيد عنطوزة. يا أخي محمد، بالنسبة بالنسبة للفلاحة والناس هنا عاملين إيه؟ والله اسمع سعادتك، أنا هقول لك على كلمتين اتنين. اتفضل. جو الهام الحكومة ما لهاش طلب خالص يا أستاذ. أنا بتصور زودونا القيماوي، كنا بنجيبه ب110، المحافظ منه لله احتسبت عليه بالله المحافظ وصلوا 165. طب الفلاح مننا يعمل ايه يا بيه؟ عليه الطلاق عايشين على السريس زي البهايم. شفت البهايم؟ عايشين زي البهايم يا اخي. ومعايا شوف يا باشا، ادي بنت، ادي اثنين، تعال يا بنت، تعال ادي 4، واجيب لك كمان من البيت 5 6. عليه الطلاق يا باشا، جعانين. ورغيف العيش، رغيف العيش بيجيبوا لنا فيه صراصير، بيجيبوا لنا فيه طير، كل ما تشتهي الانفس في رغيف العيش. ورحت للراجل بتاع الطابونه عشان اشتكيه للتموين، التموين قال روح وانا هجيب لك حقك. والله ما سأل فيه يا ربك، راح عند بتاع التموين سيادتك عطاله 20 جنيه. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم. امرك يا باشا. استغفر الله العظيم، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نرجو من السيد المحافظ انه يشوف الموضوع ده عشان نحس ان احنا حققنا ثوره كلها دين كلها اسلام، ويشوف موضوع الناس الفلاحين ده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. طب يا اخي يا محمد، احنا صرفنا لك يا باشا. ما احنا عايزين نشوف مصلحتنا يا بيه. يا اخي عمالين تقولوا في كلام ما بتعملوش بيه. طب يا اخي محمد، احنا صرفنا لك. والله يا شيخ كان غيرك كده يجي 50 نفر. لا الكلام وشهم سبح زي حالتك كده، كانك عايز ولا تعملوش حاجه ولا تدين الكل. سيبوني يا جدع بقى في حالنا يا جدع، روحوا يا جدع. الناس مش لاقيه تاكل، انتوا جايين تسهروا. يا اخي محمد، احنا صرفنا لك كيس كيماوي انا موسي خباين عليها والله. هات يا بتطير يا بيه. صرفنا لك كيس كيماوي يا راجل، ده انا عندي البقره عيانه مش عارف عليك ايه. البقره حط لها طحين، تنزل لها في رجليها، حط لها طحينه وماء. ولسانها، ولسانها برضه حط لها طحين. لسانها طحينه ورجلها طحينه وظهرها طحينه. صرفنا لك كيس طحين. يعني انت وعدك سودا، ده انت كنت داخلك الطحينه. صرفنا لك كيس كيماوي، وصرفنا لك 5 صابونات، وصرفنا لك عايزين حاجه الهرش يا باشا، كيس رابسو على نفقة الدولة يا اخي محمد. وصرفنا وعملنا لك يا راجل، ده عندي الفرصه في البيت عش. وقلت للدكتور يجيب لها بتاع الحقن اللي هي بيدوها بتاع ال5 سم اللي بيقول عليها دي. والله يا شيخ اخذ مني 45 جنيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. منك لله يا مذيع يا قليل الادب انت. طب وانا مالي يا عم؟